بلطجي في قضيه، في معانا بلطجي برضه تاني اسمه جورج، في زميله هيتكلم عنه، زميله اسف زميله بتتكلم عنه. في 3 نقط بسرعه كده عايز اوضحها برضه للساده الصحفيين. جورج رمزي، اول نقطه ان فعلا زميل علي عملوا اعتصام لمده 3 ايام في مجلس الشعب، وقابلهم الاستاذ اشرف ثابت اللي هو وكيل الكتاتني او في مجلس الشعب بصفه عامه، وقال لهم ان احنا هنبحث امن وهنطلع الطلبه. بس هو سؤال نفسي يعني حد يجاوبنا عليه. لو كان طارق اللي هو بيحوش بين المتظاهرين وما بين ضباط الشرطه عمرو العباشري، او كان علي اللي هو المسعف كان واحد من الشباب الاخواني او واحد من الطلاب الاخواني، هل كان يقعد شهر في الحبس؟ هل لو طارق او علي او جورج واحد من طلاب الاخوان هل كان يقعد شهر كامل في الحبس ومستمر هيضيع؟ ده السؤال اللي انا نفسي حد يجاوبني عليه بصراحه. دي نقطه. نقطه ثانيه ان في المحامي اللي هو استاذ محسن البلاسي من ضمن المحامين رفع عن علي وطارق وقضيه فوج عام، قال ان القضيه فيها ضابط شرطه ضابط جيش مسكوا لوحدهم 250 واحد. انا بطالب وزير الداخليه، والله بتكلم بجد، فعلا موضوع الداخليه ده يبقى له يا جماعه. لما الراجل يمسك 250 واحد لوحده ده يبقى مش ممكن. يعني فقد فعلا دينا احنا في مصر ان في ضابط شرطه يقدر يمسك 250 بلطجي. يعني ده شيء فعلا يسعدنا. ما انا مش عارف يعني ده لو في منه 10 لو في منه 10 بجد والله يعني نبقى قوه عظمى. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه برضه احب انوه للاستاذ الصحفيين ان في 10 محامين من مجلس حقوق الانسان قدموا طلب نائب العام بيطلبوا الاستمرار الافراج عن الطلبه. يا جماعه دول طلبه دي المستقبل، بس دول مش هيهربوا. يعني واحد في ثالث سنه هيروح فين؟ ده الكبير اللي هو اللي خلص وعايز يهرب ما بيعرفش لسانه هيهرب، وطالب هندسه وقلت له مدير البنك ده هيروح فين؟ يا جماعه احنا سيبوا حقهم معاهم ماشي، يعملوا اللي يخليهم ماشي، بس احنا سيبوا ينجحوا او يشوفوا مستقبلهم بعد كده واحكموا براحتهم. مش مفهوم لحد دلوقتي ليه نسمع بوسه، مش مفهوم. هل هيأثر عليه؟ هل ضابط الشرطه اللي قتل متظاهر يروح يهدد اهل الميت بيتم الغاء السبيل عشان يهدد اهل الميت، والطالب خايفين يهرب؟ ده اللي بيخلص مش عارف يهرب، بيدفع 20,000 او 30,000 ويروح يموت في البحر، ما بيعرفش يهرب. طب الطالب هيروح فين؟ يعني ايام مبارك كمان بس بالخير بقى كان لا والله كان كان لما كنا بنتمسك قدام الشرطه كان بيبقى احنا مطمنين جدا ان في نيابه، والله بكلم نيابه الشرطه تعمله ونعمل احنا نعمله، كان يجي قدام النيابه ونعمل. دلوقتي في ايام الاب مشير وفي ايام القضاء المستقل والله العظيم بروح ضابط الشرطه نكلمه يقول لي مش عندكم قضاء، هو مطمن مش عندكم قضاء، مش شكل القضاء لانه عارف القضاء هيقول ايه وهيعمل ايه. اتفضل استاذ زميل الاستاذ جورج المرتجي الثالث تحكي عنه. السلام عليكم. اولا اسمي هبه وصديقه لجورج. جورج انا عرفته ايام الثوره، كان كل اللي بيعمله انه كان بيساعد الاطباء في مهنه تحريف المستشفى المدني. جورج اتقبض عليه 6 فبراير، كان مشترك في مبادره لوقف العنف، وكلنا عارفين ان المبادرات دي كان بيتم انتهاكها من قبل وزاره الداخليه. يعني جورج اتقبض عليه عشان كان بيسعف مصابين ومش قادر يشوف ناس قدامه بيقعوا ومش قادر يعمل لهم حاجه، وكان رايح يعمل حائط صد او يشترك في وقف عنف. مش اكتر من كده. فجورج تهمته كلها الوحيده انه حب البلد دي بجد، مش اكتر من كده. التهم اللي موجهه لجورج تعطيل مرور، مقاومه سلطات، اتلاف منشآت عامه والحاق ضرر بيها. يعني تهم انا مش فاهمه اساسا هي في حاجه اسمها اساسا كده، في تهم اسمها كده، ان في تهم عفى عليها الزمن من زمان قوي. بس جورج خد 4 ايام استمرار يوم 6 فبراير لما اتقبض عليه. راح على اسم عابدين، رئيس المباحث عمرو لاشين عذبه لدرجه ان احنا لما شفناه بعد ال4 ايام ما خلصوا وهو معروض على محكمه عابدين، لدرجه ان احنا معدي من جنبينا مش عارفين شكله. لدرجه ان هو اللي نادى علينا هو اللي عارفنا احنا مش عارفين شكله. دراعه عايز عمليه، دراعه الشمال. ورجله برضك كان فيها كسر، بس كسر مش مضاعف، كسر كثير. دراعه الشمال ما ينفعش اصلا فيه تكبيس دلوقتي خالص، دراعه لازم يتعمل فيه عمليه. كان في اول 4 ايام كان بيتم تعذيبه برضك في سجن ترك.
بعد التشريفه الجميله اللي كانت في اسم عابدين كان بيتم تعزيمهم في سجن طورة كل يوم، لدرجه ان كانوا بيقفوا عرايه تماما وميه ساقعه بالليل والكلام ده كلنا طبعا عارفين. خد 15 تاني بعد الاربع ايام استمرار ما خلصوا، قدمنا استئناف طبيعي، الاستئناف اترفض. خلصوا ال 15 يوم، رحنا الجلسه جدد له 15 يوم تاني، مفيش تحقيق بيتم. اتطلب كذا مره انه يتعالج على الطب الشرعي والنيابه حولته للطب الشرعي، مرتين يروح الطب الشرعي ونستنى ما ينزلش، مع ان اسمه موجود انه يتم عرضه على الطب الشرعي في اليوم ده، مرتين وما يجيش. في الاخر اتعرض على الطب الشرعي بدون اختار اساسا ان هو يتعرض، راح فجاه. اتكتب طبعا ان في كسر في ايده وان في احتمال نزيف داخلي في عينيه الشمال ورجله وظهره وكل الكدمات طبعا اللي فيه موجوده. كل المشكله ان هم ادوا له مسكن ورحلوه تاني على سجن طورة. في محاكمه من المحاكمات برضه من جلسه بينه كان قبل ما يجددوا تاني 15 يوم. جورج من كتر التعذيب في سجن طورة كل يوم وقع في القفص، ما كانش قادر للاسف يقف على رجله. بس ودي كل الحكايه جورج من اولها لاخرها. شكرا. جورج رمزي يا بطل، جورج رمزي يا بطل، حدثك بيحرر وطن، حدثك بيحرر وطن، علي فول يا ولد، علي فول يا ولد، حدثك بيحرر بلد، حدثك بيحرر بلد. خايفة منهم ليه يا حكومة، خايفة منهم ليه يا حكومة. الحرية لجورج ودومة، الحرية لجورج ودومة. علي في سور السجن وعلي، علي في سور السجن وعلي. بكرة الثورة تشيل ما تخلي، بكرة الثورة تشيل ما تخلي. يا ابو دبورة ونسر وجاب، يا ابو دبورة ونسر وجاب. جاوي حبس الشباب، جاوي حبس الشباب.